إرهابيات معلولة. حلقتنا اليوم عن راهبات معلولة وعن الضجة الإعلامية اللي صارت بعد ما طلعوا. هلا البداية كانت مع راهبات معلولة من وقت ما فاتت جبهة النصر على معلولة، وصار القصف على معلولة بشكل كامل من قبل النظام. عنا هون فيديو إخلاء لراهبات معلولة من الدير اللي كانوا قاعدين فيه من قبل جبهة النصر. إجلاء الراهبات من دير مرتقلة بسبب القصف الهمجي على الدير من قبل أبطال جبهة النصرة والجيش الحر. طبعا نحن هون كأنه عم نشوف يعني أهل عم يودعوا بعض. الله يحميكم، الله يحميكم، الله يعطيكم الآخرة الصالحة وأي الله يأجركم. أنتم مسلمين؟ ما في الله يقويك. توصلوا بخير وسلام يا جماعة. الله يخليكم. الله يسلمكم إن شاء الله. الله يحميكم. الله يسلمكم يا رب. ضمن عملية التبادل الأسرى من بين الأسرى اللي كانوا طالعين مع ولدين. الحمد لله على السلامة يا عمو. الحمد لله على سلامتكم جميعا. هلا كل شيء تم، وصلوا الراهبات للأراضي اللبنانية. هون بقى ببلش الإعلام المقاوم والممانع بده يغطي لحظة وصولهم من قناة الميادين وقناة الدنيا وقناة سما وغيرها. كانت فترة متعبة. لا الحمد لله كانت كتير من الرب دخيل وكتير كانت كويس. طبعا دغري المذيع كانت فترة متعبة، بترد عليه راهبة لا بنشكر الله الحمد لله. طيب الجبهة يعني ما بدي أحكي أنا أكثر لأنه قدام الله تعالى بدي أحكي. الجبهة كانت معاملتها منيحة معنا. الجبهة كلمة قدام الله كانت معاملتها منيحة معنا. يعني مثلا هي المخلوقة كفرت ومثلا يعني غلطت وهي عم تحكي الشيء اللي صار معها، انه كانت تعامل الجبهة معها منيحة. هلا المذيعة بدها تحاول تسحب منها شوية حكي. لا انه ايه حدا شيء قلعكم الصليب، يعني شالوا منكم شيء الصليب. اكيد هذول جبهة النصرة كثير قالوا لكم انه قيموا الصلوان. لا ما شلحونا الصليب هن. لكن المحل يعني اللي انت قاعده فيه تلاقي حالك غلط. يعني قالت لا ما حدا شلحنا اياه، بس المحل اللي انت فيه كهن احترام لهي العالم اللي قاعده، هن لحالهم شلحوا الصلبان. مو هذا هو العيش المشترك اللي انتم عم تدعوا له؟ يعني شلحتوا الصلبان بإرادتكم؟ يعني مرة ثانية شلحتوا الصلبان بإرادتكم أكيد، يعني ها يعني مو هن انتم شلحتوا الصلبان بإرادتكم؟ لا ما شلحونا هن. يا اختي ما شلحوهم بالصرماية، يعني انه بدهم يكونوا شلحوهم الصلبان. ما حدا شلحهم الصلبان، هن لحالهم شلحوهم. طيب تواجدكم كان في مكان واحد ولا كان في أكثر من مكان؟ يعني فقد الاتصال. تواجدكم كان بمكان واحد ولا كان بأكثر من مكان؟ لا تخافي، يعني جبهة النصر ما في شيء اسمه منفردة مثل فرع فلسطين وأمن الدولة، خلاص كلهم حطوهم مع بعض. طبعا هلا رد قناة سما على هي التصريحات اللي صارت، وهن خصوا هذا الرد على المخلوقة الطيبة اللي قالت 3 كلمات. كنا خايفين بس ما توقعنا تكون هيك معنا. شفنا العكس، طيبة قلبهم، معاملتهم كويس. حرام كانوا كثير ملح معنا. قالت 3 كلمات: طيبة قلبه، معاملتهم كويسة، واخذونا داروا بالهم علينا. كمان هي هون هلا كفرت. صاير بس عم بسمع هاي الموسيقى تبع قناة سما أول شيء بحس حالي بدي سهل، ما بعرف شو. لكن أن تنسى راهبة تم تحريرها أو تتناسى الجيش العربي السوري. شو دخل الجيش العربي السوري؟ صفقة التبادل كانت بوساطة قطرية لبنانية، واللي راحوا وعملوا الصفقة هن جبهة النصرة وهو الجيش اللبناني. شو دخل الجيش العربي السوري؟ ولا قصدك الجيش العربي السوري وقت كان عم يقصف معلولة وعم يقصف معلولة باللي فيها من راهبات ومن غير راهبات ودماء شهدائه، فذاك يندرج في خانة الخيانة أو على الأقل الانحراف عن الوطن برأي كثير من المتابعين. أيوة خيانة، أي شيء خيانة. إنه قالت هي إنه كانت قاعدة ما حدا أذاها ما حدا عمل لها شيء فهي خاينة. واعتقال هذا الطفل شو بتسميها؟ الحمد لله على السلامة يا عمو. الحمد لله على سلامتكم جميعا. هي مو خيانة، خيانة عليكم خنا. بالنسبة لردة فعل العالم ما وقف على قناة الدنيا، نحن رح نشوف عينة صغيرة من تعليقاته.
طبعا هي كانت عينة عن التعليقات يلي علقوا عليها مؤيدين النظام بالنسبة لموضوع الراهبات. شيء قال عنهم عاهرات، شيء قال انه نحن اولادنا اولى انه يطلعوا بدل ما عم يطلعوا هدول. وهو مزبوط، يعني كل صفقات التبادل اللي كانت عم تصير عن ايرانيين، عن الراهبات، عن عناصر من حزب الله، يعني انتم اللي اولادكم عم يفطسوا على الجبهات واللي عم ينخطفوا ما عاد عم يقرب عليهم. وبحكم انه اعلامنا فاضي هو ترك كل شيء وبلش يحكي عن هالموضوع بما فيهم انا. فلا تستغرب انه مثلا فيصل القاسم الاسبوع الجاي تكون حلقته عن الراهبات، مثلا بلش فيصل القاسم بالحلقه هيك: مساء الخير أيها السادة المشاهدين، لماذا تنهال الاتهامات على الراهبات بعد خروجهن بصفقة التبادل؟ أليس حري على النظام أن يخرج الضباط العلويين من أبناء جلدته قبل أن يخرج الراهبات؟ وما ذنب الراهبات الذين تم معاملتهم بشكل جيد أن تنهال عليهم كل هذه الشتائم؟ لكن الراهبات خرجن بألفاظ بذيئة ولم يكن يبقى غير أن يقولوا جبهتنا منصورة. هذا ما سوف تشاهدونه في حلقة الاتجاه المعاكس يوم الثلاثاء إن شاء الله.